كويبا هي هذيك. أعتقد أننا يعني حاضرين ناظرين من أجل هذا اللايف التاريخي. بيبا السلام عليكم. اسكو سافا كلشي مليح فاميليا؟ الله يحفظكم العز. كويبا هي هادي ياك؟ الله يحفظكم. كاين واحد المستجد ديال الحوار السي عبد المجيد في قناة الجزيرة. كاين واحد دابا كنقلب على واحد العدد نتاع الحويجات قالهم تما في انتظار يطلع اللايف. انا غادي نلقى الحوار مكتوب وغادي نتفاعلوا معاه، نشوفوا شنو جا الجديد. تكلم على المغرب، تكلم على اسبانيا، تكلم على واحد العدد نتاع الحويجات مهمه. دونك السي عبد المجيد ملي كيخرج بثقله بوزنه الثقيل. دونك لا 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 لا. تحياتي ولاد عمي، تحياتي. كنقلب على داك قبل ما ندير الفيديو كان طالع لي شنو قال كاع كامل، ودابا ما كيبانليش. واخا نكتفي بسميتو، نكتفي بواحد العدد نتاع النقاط قالها هنايا. لقيت واحد لقيتو. دونك فوالا صافا. لاباس عليكم؟ بخير فاميليا؟ كلشي مليح؟ ثقولني انت العز. تبارك الله عليك خي محمد، العزاوي ادريس، ايدن. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع، شكرا على البارطاج. اي حاجه كديروها باش تنشطوا اللايف ولا اي فيديو من الفيديوهات نتاعي سواء في الفيسبوك ولا في اليوتيوب، وخاصه لكم انتم الناس ديال اليوتيوب، لان اليوتيوب صعيب شويه اكثر. باقي الفيسبوك من السهل جدا انك تحرك الناعوره نتاعو، ولكن المجهود اللي كديروه معايا في اليوتيوب ما ننساهش واقدره جدا. واعترف بجوج انكم يعني حاضرين ناظرين بقوه من اجل دعم هذا المحتوى اللي كنقدم على تواضعه وبساطته. شكرا بزاف، الله يحفظكم الحبايب. بيبا السي عبد المجيد دار واحد الحوار مع الجزيره، مازال ما شفتش الفيديو ولكن شفت غير داكشي اللي كتبوه نقلا عن الحوار. فابن عمي ديالي السي عبد المجيد قال لك سيدي: نأسف لوصول العلاقه بين الجزائر والمغرب الى هذا المستوى بين بلدين جارين. يعني يأسف مسكين، دابا هو يأسف، فهمتي؟ يعني مشكله وها. ملي قال لك سيدي اعتبر هو ان داكشي اللي دار مع المغرب هو رد فعل، والعلاقه وصلت الى نقطه لا عوده. يعني وكأننا خيرا فعلت اخي عبد المجيد، والله العظيم الا كدير واحد الخير كبير، والله كدير واحد الخير كبير، لان الامر يعني ما قادرينش نستوعبوا هذاك النظام نتاعكم العبيط ونحن في علاقه معه. انا شخصيا دابا والله العظيم يعني لو كان النظام فيه شويه نتاع الاذكياء، فيه شويه نتاع الاقوياء، فيه شويه نتاع يعني النبلاء، فيه شويه ماشي بزاف، غير شويه 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 شويه، تقول ودي من الصاب يحلوا الحدود، من الصاب نكونوا خوت والدوله مع الدوله وكذا وهذه. ولكن راه ما يمكنش تخدم انت كتشوف دوك النتائج ديال السياسه نتاعو. صح، النتائج نتاع السياسه نتاعو ما فرها لا مع ولاد بلادو، ما دار مزيان لا مع الشعب نتاعو، ما مربي العبط وال راه شفتوا شنو بينوا في فرنسا، المستوى الدنيء والخسيس اللي وصلوا ليه.
دابا انت غتصالح انت مع نظام متكل على هادوك، متكي على قشيحه. واش نظام موقف قشيحه هذا نظام دير معاه انت علاقات؟ تأسفوا أسف شبع الأسف نتاعك. نقطة لا عودة، والله العظيم إلا لا عودة معاك أنت بالله. دابا أنا واحد الوقيته كنت كنقول كذا كذا، دابا عرفتي شنو أخي عبد المجيد؟ دابا حتى إلا النظام نتاعنا ولا الدولة نتاعنا ولا المؤسسات ديال الدولة نتاعنا قال لك أسيدي غادي نتصالحوا معاك أنت بعدا لا، أنا غنقول لا ومستعد نتحمل المسؤولية ديالي، نمشي ندير مظاهرة بوحدي نقول لا. ملي تبدل ذاك المنطق عندك شويه ولا ماشي عندك، يتبدل المنطق في الدوله تما العميقه اللي راه مسيره البلاد، يبدلوك بعدا داك العبط والهبط اصاحبي. واش رزيق اصاحبي، رزيق ردو مستشار عنده. واش غدير انت علاقات مع هذا؟ غدير انت علاقات مع بنادم فاشل في وزاره التجاره، دار الفضيح في الشعب واغبى وزير في التاريخ نتاع الجزائر، خرجوا من الوزاره عطاه مستشار. واش هذا كيعرف شنو هو مستشار ولا ما عارفش؟ هذا دير معاه انت علاقات وتأسف لي العلاقة معه لقطع العلاقة معه. والله العظيم الا العبط بالله العظيم صاحبي. انا كنشوف كنبغيو نحشموا شويه، كنقولوا ودي ميك راه القضيه يمكن فيها شي كونتر خطه، شي عبقريه كيوجدوها، كتلقى غير رزيق داروا مستشار. اش غدير باش غيشاوروا دابا باش دابا رزيق اش غيعطيه دابا كاستشارات ولا شنو غيعطيه كتقارير؟ وشنو هي لي بروغرام نتاع الدوله ولا لي بروغرام نتاع رئاسه الجمهوريه في التجاره اللي غيعاونوا فيها رزيق؟ وهو الذي فشل في توفير خنشه ديال الحليب للمواطن نتاعو. خنشه ديال الحليب ما قدرش يوفرها للمواطن نتاعو. هذا اذا اعتبرنا بان الوزير راه هو اللي كيحكم في هذا الشيء نتاع سميتو. يعني رئيس فاشل بوزراء فاشلين. دابا تاكد ان ذاك المستشارين اللي عنده مع هذا راه كيبان لي انايا لولو. مادام جاب رزيق كمستشار، يعني هذوك اللي يعني مستشار باين انه يعني بالنسبه له شي حاجه واعره، فما بالك بالمستشارين الاخرين اللي ما كنعرفوش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لك هو موقفنا هو ردة فعل. هو يعني الموقف نتاعهم من قطع العلاقات وقطع الحدود الجويه والبحريه والبريه والعمقيه وتحت الابار وداك الشيء كذا. قال لك ردة فعل تجاه ماذا؟ تجاه ماذا؟ تجاه حرق الغابات نتاع القبائل، ولا تجاه الحراره اللي صدرناها لكم من النور اللي حرقات لكم الجنوب الجزائري، ولا الجراد اللي صيفطنا لكم، ذاك الجراد اللي هاز الرايه نتاع المغرب وغادي كيقول انا مغربي انا مغربي. انا ما فهمتش يعني شنو دار هذا المغرب هذا باش انت درتي ردة فعل؟ شنو دار لك؟ كيضرب على كراطو، كيضرب على بلادو، كيدير علاقات ديالو ويوفق المصالح نتاعو ويدبرها كما بغى مع الامريكان ومع اسرائيل ومع اي دوله واحده اخرى غادي تساندو وتدعمو في الملف نتاعو، ولا ترد منه واحد الند قوي، واحد الفاعل قوي في الساحه السياسيه. داكشي علاش بقى فيك الحال. اخي القوه الضاربه، الدوله القاره. ودابا اسمع شنو قال عاود. دابا قال لك اسيدي اسبانيا نعتبر موقف، راه بزاف ديال راه غادي نقرا لكم كاع داكشي اللي قالوا. قال لك نعتبر موقف اسبانيا بخصوص الصحراء موقفا فرديا من حكومه سانشيز. زعما دابا باش يحاول يبرد على راسو بان الامر لا يتعلق الا برئيس حكومه، ياك، وبان ملي غيمشي هذا الرئيس الحكومه غادي يجي واحد الرئيس حكومه واحد اخر وغتكون عنده سياسات اخرى تجاه المغرب، ديك الساعه يتصالحوا معاه. يعني نتوما غتصالحوا مع اسبانيا نهار اللي غتخاصم معنا حنا. يعني كتبين انك مريض بالمغرب اخي عبد المجيد. النظام نتاعك وانت كتبين انك مريض بالمغرب. يعني اللي تصالح مع المغرب انت كتخاصم معاه، واللي تخاصم وملي كيتخاصموا مع المغرب انت كتصالح معاهم. سبحان الذي خلقه، سبحان الذي خلقه، سبحان الذي خلق هذا النظام العبيط الغبي البسيط الحقود المريض. سو سون دي بسيكو ولاد عمي، سو سون دي بسيكو، دي بسيكوبات.
البارانويا والبسيكوباتيه والسكيزوفرينيا والمازوخيه، أربعة والمتلازمه ستوكهولم، خمسه نتاع العقد النفسيه تحكم النظام الجزائري، خمسه نتاع المتلازمه بن عمي، خمسه يعني اسبانيا كنعتبروا حنا داك غير موقف فردي، وبالتالي غادي يمشي هذاك الوزير وغيجي وزير واحد اخر وغيتخاصم مع المغرب بخصوص القضيه نتاع الوحده الترابيه نتاعو. داك الساعه حنا غنتصالحوا معاهم كما داروا في 2002 ملي وقعوا معاهم معاهده حسن الجوار وداك الشيء. راه هذاك الشيء علاش عطاو لهم الليسانس، عطاو لهم الغاز والبترول بابخس الاثمان، ما كايناش في السوق كاع. كيقولوا لهم نعطيوكم اللي بغيتو، غير حافظوا على الموقف ديالكم العدائي تجاه الصحراء المغربيه، بقاو على دعمكم اللي سميتو للبوليزاريو، وحنا ديو البترول باش ما بغيتو. كاينه في المعاهده وراه الوزير الخارجيه نتاعهم قالها في واحد الحوار الاخر، قال لها الوزيره الخارجيه الاسبانيه انذاك، قال لها تستطيعين الحديث باسم الجزائر، يعني عطاها الفوفير كاع تتكلم باسم الجزائر كاع. اسمحوا لي نعاود نرجع لذاك الحوار، راه في هرب ليا. الا لقيتو مازال ما نعرف ها هو شنو قلنا. قال لك سيدي اسبانيا، واسمع هذه الثالثه، هذه الرابعه، قال لك إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها. دابا كيحاسب هو إسبانيا علاش دير حوار أو مفاوضات سرية مع المغرب، يعني خصو هو يسيق الخبر. ايوا فين المخابرات نتاعك؟ فين المخابرات الخارجية نتاعك؟ القوة الضاربة، الدولة القارة اللي كتحسب راسك انت باغي تدخل في وساطة بين اوكرانيا وروسيا. تخيلوا معايا، قالها في هذا الحوار عاود، قال لك حنايا غادي ندخلوا في وساطة بين اوكرانيا وروسيا. واش دولة بغات تدخل في حوار مصالحة بين روسيا واوكرانيا ما قدراش تدخل في حوار مع الدولة جار، مع خوتو؟ عنده تما جزائريين من العائله نتاعو، يمكن كاع عندهم عائله في المغرب. واخا سيدي لا كيف دير هذا الحوار هذا؟ كيفاش دابا انت باغي دير هذه المصالحه وعندك تدخل عند روسيا وعند اوكرانيا وانت ما عندكش مخابرات اللي تجيب لك المعلومه ديال المفاوضات بين الاسبان والمغاربه؟ ألا يعني هذا أنك مضعضع، أنك نظام مدقدق، أن المخابرات نتاعك مشروخة، أنك نظام مهترئ، أنك نظام قديم، أنك نظام غبي، علاش ما تعترفوش بالحقائق؟ علاش تحاولون يعني؟ قال لك وشوفوا كيحاسبها علاش ديرها سرية. دابا أولا بعد كي درتي انت غابت عليك وما قديتيش تعرف هذه المفاوضات. يعني اولا انت ضعيف وما عندكش مخابرات في المستوى، هذه جوج. ثلاثه، علاش ديريها سريه؟ سوق امك انت كما قالت داك الاغنيه، سوق امك انت. دابا اسبانيا خصها تشاور معاك انت قبل ما دير هي المفاوضات، ولا داكشي علاش مضيتو في حسن الجوار والصداقه، باش عطيتوهم الغاز باطل والبترول باطل. كان الشرط هو انه يبقاو يتشاوروا باخباركم نتوما. كتبيعوا تسمى الرزق نتاع الشعب الجزائري باش يبقى المشكل ديال لا حول ولا قوه الا بالله، لا تعفيها من مسؤوليتها. دابا كيحمل المسؤوليه اسبانيا. مزيان هذا الشيء مزيان. واسمع دابا هذه، اسمع، راه ما كاين مازال، غير خليكم معايا، حاولوا تبارطاجيو اللايف، راه كاين بزاف ديال النقط تذكرهم غادي نتفاعلوا معاهم وحده. قال لك سيدي المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين. ايوا فين داك الأنفة وغنقطعوا وغنديروا؟ ياك قلتوا بأنكم قطعتوا التجارة، ياك دوختوا الشعب نتاعكم كتقولوا لهم بأن الاقتصاد الإسباني منهار.
فهمتش انا، ما فهمتش هذا الكذب على الشعب اصاحبي. واش لهالدرجه تسترخصون على شعبكم الصدق والمصداقيه؟ علاش كتبيعوا له الوهم للشعب نتاعكم؟ علاش كتكذبوا؟ علاش؟ ياك قلتوا بانكم الاقتصاد الاسباني يعيش في الحضيض بسبب الحصار نتاعكم، بسبب قطعكم هذه المبادلات التجاريه. ياك عاد كنقراو في الشروق ونقراو في البلاد ونقراو في داك اوراس نتاع الدي ار اس، كنقراو بان الاقتصاد الاسباني مشى فيها بسبب القوه نتاعكم وداك القطيعه اللي درتو. دابا كتقولوا بان المبادلات التجاريه مستمره واغلبها من القطاع الخاص بين البلدين. يعني كانت تجاره، اللي بغى يدخل البيض يدخل البيض، اللي بغى يدخل الخيط الدليبره يدخل الخيط الدليبره، اللي بغى يدخل الزليج المارمو. والكذوب لا اش كيدير الكذوب، ولا لا اش كيدير الزعت. بشاخ واخا نمشيو كيكذب عليكم سونطوحه بنو قنطوحه. انا كنبين لك بانه كذاب عليكم، انا كنبين لك بانه كذاب، بانكم عندكم رئيس كذاب غبي سونطح قنطح. عندكم رئيس هو اللي كيخدعكم، ماشي يخدعنا حنا. شحال خصو باش يخدع المغرب؟ طيح مع المساخط يعرفوا النمله اش كتقول للنمله. وانت ما عرفتيش بان المغرب واسبانيا عندهم مفاوضات، وباغي تنافس المغرب انت في المعلومه وفي المخابرات. اسال شكرا على الدعم اخويا. بلاتي نقرا الميساج ديالك. العز والنصر خي سعيد، خوك سعيد من الميريكان بيبا بلاد هي جزيره الوقواق. اخويا اسال. السي بوريطه راه تما في الميريكان، راه مازال غادي يبانوا نتائج الزياره ديالو الميريكان. اسلم عليه الا تلاقيتيه تما في نيويورك، سلم على السي بوريطه العز. خويا اسال تفهمنا ولا تفهمناش اخي الطبيعه؟ زيد راه مازال غير حركوا لي هذا اللايف هذا، الله يرحم والديك بارطاجيو، راه غادي نضحكوا مزيان اليوم. قال لك اسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربيه بتصرفات سريه لا تعلن. قالها هذه. دابا نمشيو سيدي. اتفاقيه الطاقه مع ايطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين، ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع اوروبا. مزيان. هذه ديال ايطاليا، انا قلت لكم كيفاش وقع له مع ايطاليا. جات هذيك جورجيا ميلوني، لقاها بوغوصه شويه هكذا زعيعره، الشعر ملس، جابت واحد البينوار د الحمام هذاك الابيض، شفتوها ياك؟ بحال نايضه من النعاس، سدات هذاك الاخر ديال البينوار بحال هكذا، جات معصبه. هي شافت السي عبد المجيد وهي تفرنس له. راه داكشي شفنا، راه درت عليه فيديو، راه شفت حلقات كامل. نعم ديك التفرنيسه وكذا وهادي، ودارت عليه شويه الغناج والدلال، دارت لذاك الشعيورات بحال هكذا، حيد بالك. خي عبد المجيد ضحك ليها بحال هكذا، وهو يكتب ليها حسيم سعود مشات بنت عمي. الاخت الجزائريه. والله العظيم الا حسيم سعود مشات. هو قال لك اسيدي راه الغاز وكذا، زاد لهم الهيدروجين كادو. وفي دابا الهيدروجين مازال ما عرفتش الهيدروجين هذا فينا هو، مازال واش كيصنعوا شي هيدروجين محال. المهم ما علينا. قال لك زيارتي الى روسيا ما زالت قائمه، وستتم في شهر مايو القادم بدعوه من الرئيس الروسي. تما غيدير المفاوضات مع اوكرانيا، غيدخل بخيط ابيض بين بوتين واوكرانيا، فهمتي، باش يحل المشكل الاوكراني الروسي. قال لهم احنا من الدول القليله التي لها مصداقيه. اش كيعجبني يا اخي والله العظيم، الا السي عبد المجيد الثقه في النفس يا بالله. قال لك نحن شوف الدول القليله، يعني شحال هما؟ يمكن شي وحده ولا جوج صافي. هو والصين وهو بدل 6 وزارات الخارجيه. كيدير هذه القوه وكيدير هذه المصداقيه، معامل هذه المصداقيه معامل. قال لك يحققوا حنا بالنسبه لاسبانيا، قال لهم الغاز ديالنا راه كنصيفطوه للشعب الاسباني. السيد كيبرد على قلبه. شوف زعما خاف دابا الشعب يقول له علاش راك تصيفط لهم الغاز لاسبانيا. قال لهم يحق راه الغاز كيمشي للشعب الاسباني. ايوا والمغرب اللي قطعتي الغاز عند من كان غيجي؟ عند الفيران ولا عند القطوط ولا عند من غيجي؟ ما غيجيش للشعب المغربي. الشعب الاسباني احسن من الشعب المغربي ياك.
بيبا للسي عبد المجيد، بيبا وبلا لا يطريه لك عبد المجيد، عندك اتفاقيه بلا لا يطريه التصلات ديال التواصل ديال جدر بالنظام نتاعكم. تفهمنا؟ بقى تقول الحقيقه، قول لهم ودي رانا في موقف يحتم علينا ما نقطعوش العلاقات مع اسبانيا التجاريه والامدادات ديال الغاز. راه دابا اعترفت ليهم كامل. تفهمنا؟ واسبانيا راها دايره اتفاقيات قدام لقداش مع المغرب في اطار احترام الوحدات الترابيه ديالو. وانت اش دخلك دابا النتيجه ديال هذا الشيء كامل؟ انت ايه دابا كيقول لك واحد سونطوح بنو قنطوح كيقول لي انت واش ضرك؟ اش ضر الرئيس نتاع جدر بوجدر نتاع الرؤساء نتاع الانظمه نتاع جدر اللي حكموكم في ذاك الجزائر؟ اش ضرهم في العلاقه بين المغرب وصحراوه؟ اش ضر الجدر نتاع الجدوره نتاع الجدادير نتاع بو النظام نتاع جدر بوكم في العلاقه بين المغرب وصحراوه؟ الصحراوه ديالو شي كيقول انا معاك، واخا نعترفوا حنا سيدي كاين شي وحدين كيقولوا لا حنا ماشي ديال المغرب. انت اش دخل جدر بو الجد نتاع الجدود نتاعك؟ انت ايه؟ وكتقول اسبانيا، كتقول على اسبانيا بانها حادت عن سميتو. وانت اش دخلك؟ انت سير قابل شعبك، سير وكل شعبك، شرب شعبك، تهلا في شعبك، سير. وانت جهلتيهم، رديتي غير الجهال، قريتي لهم العبط، لا قريتيهم خرجتي غير الشماكريه، قرقبتيهم كلشي مقرقب، كلشي مبطبط، كلشي محرطط، النص هبلتيه والنص خليتيه يحماق في الطوابير والنص صيفطتيه الاوروبا يقلب على الاوراق. وانت مقابلنا حنا والله حتى تخرج على شعبك بسببنا. وغتفرى لواحد الجهه، غتفرى لواحد الجهه بيناتكم غتفرى لواحد الجهه بيناتكم. وابقى متبعنا حنا غا عبد المجيد، ابقى متبعنا حنا والله لا تفرطيها للشعب نتاعك. اما انت راك واكل شارب مغط مع راسك ومحركش تما، لا انت لا النظام نتاعك لا الجنرالات نتاعك، وكتدوخوا الشعب وكتشحنوه بالبغض ضد جيرانه وضد خوتو. انت اش دخلك في المشكل بين المغرب وصحراء؟ عاطيهم تندوف، عاطيهم المخيمات، عاطيهم الفلوس، عاطيهم السلاح. كتقول بان المغرب بانك دير غير رد فعل. اش كتسمي هذا الشيء من 75 سونطح بن كونطح؟ ماذا تسمي ما فعلتموه من اجل البوليزاريو ومن اجل القياطر والعجاج منذ 75؟ اش كتسميو هذا؟ الصحراء الغربيه الاستقلال ذا حراث النبك. والله لا كانت لكم يا بالله هذوك المساكن اللي راهم تما كيعيشوا الجوع والكوع في داك التندوف غادي يبقاو هكذاك حتى واحد النهار ما غيتسالاو. واللي في شي بلاد داير داك الشطاطه وكيخرج مع داك الحماق نتاعكم غيبقى تما واكل على ظهركم حتى يموت التجهيل المنيه في 2060 2070 وهو واكل شارب على ظهركم. وبنادم سميتو سراق الزيت وكيكتب وكيسبني انا، هو مسمي راسو سراق الزيت، وكيسبني انا. وشوف وكيقول لي زيد نبح سراق الزيت. دابا سراق الزيت. اش كنقول لكم؟ راه هاد العبط هذا راه بزاف الاخوان. انا راه وليت كندير وليت كنتعصب اصاحبي. وبنادم مسمي راسو سراق الزيت، مسمي راسو سراق الزيت وكيدعي انه بطل وشيكور وواعر وكذا وكيتحدى سعيده بالنص في اللايف. عباد الله هذا دابا كيدعم تبون، هذا كيقول تحيه تبون. واخويا راه غير سراقه الزيت اللي كيقولوا تحيه تبون. اما هذوك مساكن اللي دايرين الفيله على الزيت لا اعتقد انهم غادي يقولوا تحيه تبون او تحيه تبون. سراق الزيت، لو فولور دو لويل.
اسرقوا لكم داك الزيت ابن عمي، والله الا سرقوا لكم الزيت اخويا وخلاوكم كديروا تما الطوابير، وجاي دير عليا انا. ما عندك ما دير معايا انا غا ابن عمي، ما عندك ما دير معايا انا والله ما كندير الطوابير على سراق الزيت، على سراق الزيت. نقدروا نديروا الطوابير على سراق الزيت بشي صندالة. باك يا ودي الطريقه باش كيدافعوا عن النظام نتاعهم. انا بغيت نعرف اخويا كيفاش كيقنعوا راسهم هادو بعدا. هذا بعدا نقدروا نقولوا خدام تما كيتخلص، معليش خويا دير سميتك سراق الزيت ولا سمي راسك اللي بغيتي. بعد المهم الا كنت كتخلص بعدا ما عنديش مشكل، بعدا تكون كتاكل شويه الخبز بعدا واخا على ظهري معليش. والله ولا بقات دير السكرين ديال داك التعليقات ديالك وسيقول لهم خلصوني كما كيديروا في التيك توك. كيدخل يسب 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 ويسجل داك الشيء يمشي يديه باش يتخلص. شتي ملي كتمشي تحضر شي، ملي كتمشي كتبوانتي باش تخلص، هادو باش كيبوانتيو بالتعليقات فيها السب والمعيور تجاه المغرب والمغاربه، كما دارت هذيك صوفيا باللمان في فرنسا. بالمناسبه هذيك صوفيا باللمان راه خاص اللي يدعيها في داك فرنسا. اي جمعيه مغربيه تقدر تمشي تدعيها. اذا كان شي واحد في فرنسا عندهم شي جمعيه، سيروا اخويا جبد داك الفيديو اللي كيسبوا المغرب والمغاربه وسيروا دعيوها بتهمه العنصريه، الخطاب العنصري والترويج لخطابات عنصريه داخل فرنسا، داخل فرنسا الديمقراطيه وداك الشعارات ديال فرنسا والمساواه وليغاليتي وفراترنيتي. قولوا لهم ها هي واحد السيده راه كتسب المغرب والمغاربه، والله حتى تمشي للحبس بالله، والله حتى تمشي للحبس. وبالفيديو راه كاين فيديوهات داك الشيء موثق بالصوت والصوره. يلا الاخوان الا كاين شي جمعيه ولا شي جمعيه ولا شي افراد، ايوا الا كان شي واحد زعما يقدر يدير هاد الحسنه هادي اللي نقول له سير الله يعاونك. بالله تربى شويه واحد 6 شهور د الحبس وتعرف داك الساعه عطي له البنان عطي له البنان. ولكن الاخوان ما اريد ان اقوله ياك، انا اقوله بلاتي سعيد راه بديتي كتلف اللغه العربيه. اللي بغيت نقولها بالدارجه ونتهنى، اقوله ونقولها بالدارجه. ما حصل غا ابن عمي نهار الحد في ذاك المسيره دليل واضح على الانهيار اللي راه بدا يوقع. بدا الانهيار نتاع النظام الجزائري، لانه نظام باش يمشي يجند البشر من فرنسا باش يدافعوا عليه، معناه انه منخور من الداخل، منخور متقوب بحال الفرماج. شتي داك الفرماج ديال الطوموات جيري، هذاك الفرماج اللي كيتخبع فيه داك الجيري كيدخل فيه داك الفار، هذاك الفرماج هاكك داير منخور. الا ما يمكنش اصاحبي انت نظام كتقول انا قوه ضاربه، انا نظام قوي، انا نظام واعر، انا غادي ندير المفاوضات المصالحه بين اوكرانيا وروسيا، وانت ما قديتي دير المصالحه حتى داخل الجزائر، ما قديتي دير المصالحه حتى بين الاجنحه نتاع العسكر نتاعك. خلينا دابا مع الشعب والله ما تصالحوا. الشعب عمرك تصالحوا، الشعب ديما مسكين غادي يبقى ضايع معاكم. انا قولوا لي دابا كي متى غتصالحوا نتوما بيناتكم؟ الجنرال اللي يفيق بكري كيعتقل الاخر، اللي كيفيق شويه بكري كيدير مذكره كيجري على الاخر. المخابرات نتاع الجيش يلاه داروا له الاقاله، هذه واحد 2 سيمانات ولا يلاه تعيين، هذه واحد راس 5 شهور ولا. مخابرات نتاع الجيش نتاع اقوى جيش قال لك في العالم ولا في افريقيا ولا ما نعرف فين، عنده مخابرات كل مره كيبدلوا لها الرئيس. شي ما كيتيقفش يا صاحبي، شي ما كيتيقفش يعني الداخل يعني يحسن عوان الشعب الجزائري. الامور راه غاديه في واحد الهبوط غادي. انا يعني واخشى ذلك، والله ما بغيتها الجزائر، ولكن اخشى في انه في حدود واحد عام ولا راه غادي يرجعوا لذاك الفتره نتاع العشريه السوداء. خايف لان النظام اللي ساكنته المؤامره ومسكن الشعب نتاعو هذه المؤامره باش ينسيهم في داك الشيء اللي كيدير تما واللي ما كيعرفش يديروا. الحرائق المغرب، الجراد المغرب، الشتا ما طاحتش المغرب، الشمس ما المغرب، اللي طاح في الشارع المغرب، اللي دار قصيده المغرب، البسكليته اللي كدا المغرب، بزاف اصاحبي بزاف. هذا يعني انه ما كاين والو، ما كاين والو.
عاد ديك الساعه انت قشيحه صاحبي، تتكلم انت على قشيحه يمشي يدير لك التعبئه. تتكلم انت على قشيحه دير مظاهره بقشيحه صاحبي. ما عندك اطر، ما عندك، فين هما الاطر نتاع الجافه؟ جيبوا لي اطار واحد يدافع عن النظام الجزائري وي وي وي, وي, وي يعني شو نسميوها، يناصر النظام ويدعمه بخطاباته بفيديوهاته بمقالاته. اطار واحد، اطار واحد اطار، شي واحد اللي يكون كفاءة علمية، كفاءة أكاديمية، كفاءة الناس اللي يعني كتعتبروا قدوة، والسيد مربي مخلق بيان بوزيسيوني عنده وضعية اعتبارية. ما كاينش واحد، ما كاينش. هذوك اللي كيجيبوا في دوك الأخبار غير عبط والهبال. سيروا شوفوا لي بلاطو نتاع الأخبار نتاعهم، شي واحد زعما محلل، دوك المحللين ديال 7 فرانك، أساتذة جامعيين زعما وكذا، جملة مفيدة ما يقدرش يركبها ويعطيك شي حاجة اللي عندها معنى. قال لك اسيدي المغاربه عذبونا، المخزن عذبنا. انت ملي خلقت تتكلم على الجزائر، وهي الجزائر كامل التشكيل نتاعها على المغرب، هو النظام نتاعكم كامل مشكل بالمغرب، وباغيين نسكت انا. يا والله حتى نخرج لكم العقل، يا والله حتى نبقى نستفز فيكم حتى تهبلوا. انا غنطلع عليكم اخي جاكيش، ندير فيديو مقصر ضحك ناشط وهضر، وانت بقى مقابلني في التعليقات تما، بقى مقابلني انا. قال لك تتكلم على الجزائر، هو الرئيس ديالكم هضر على المغرب. ها هو الرئيس نتاعكم هضر على المغرب، ها هو الحوار سونطوح بن قنطوح، هذا الرئيس نتاعكم اللي كتفتخروا به، هذا الرئيس نتاعكم اللي ما دار لكم حتى وزه، هذا الرئيس نتاعكم اللي ما قدر يمشي يخرج حتى لعند بلديه. رئيس نتاعكم ما قدرش يخرج عند بلديه وحده، يمشي عند مدينه وحده، يخرج عند الشعب مره وحده، ما خرجش. ها هو يتحدث عن المغرب، ها هو يتحدث عن المغرب. نأسف لوصول العلاقات بين الجزائر والمغرب هكذا. العلاقات بين الجزائر والمغرب وصلت الى نقطه لا عوده، نعتبر من الصحراء موقفا فرديا. اش دخلوا في الصحراء، اش دار الصحراء؟ زين اسبانيا حازف في الصحراء، شغل امك انت، سوقك. المبادله التجاريه بين الجزائر واسبانيا في ملف الصحراء. ثم الرئيس ديالكم مسكون بالمغرب، باغي يهرس المغرب، وجا ملي تجي تهضر تقول لي انت كتهضر على الجزائر. كنهضر على الرئيس ديالكم اللي راه مدوخكم ومهبلكم ومجهلكم الا من رحم ربي. صافي هادشي بغيتي تسمع. المستوى الثقافي للنخبه الجزائريه في الحضيض، لا اخي عادل، لا والله العظيم الا كاينه نخبه، ولكن كلهم معارضين. انا كنتفرج لي في حوارات، نقاشات، تحاليل، نقسم لك بالله الا الناس مكونه، ولكن كلهم معارضون للنظام الجزائري. مازال ما لقيتش واحد كيدافع عن النظام الجزائري محترم، يعني واخا تختلف معاه كيما اختلفتي معاه، يعني محترم، ما كاينش. مازال ما شفتوش انا، ما كاينش. في المقابل الا لقيتي جزائري كاليبر ومجهد كتلقاه معارض، كتلقاه يعني كيقول لك هذا النظام هذا عندنا ديال 6 فرانك. لان ما يمكنش تكون انت بعقلك وتدافع على نظام عسكري يا صاحبي، مستحيل تكون بعقلك تدافع على نظام عسكري. واش مازال في 2023 مازال شي بلاد باغا تطور راسها بنظام عسكري؟ ما كاينش. جيبوا لي نظام عسكري ناجح دابا شي نظام عسكري ناجح في العالم معيش الشعب نتاعو في الرفاهيات ولا سميتو، جيبوه لي فينا هو. باقي نظام واحد عسكري اللي باقي عسكري هو كوريا الشماليه. هذاك بعدا نقولوا ساد على راسو، بعدا ما مبرز حد. هذا كيقول لهم خليوني غير ندير النووي ديالي ونربي هذا المساخط اللي عندي كما بغيت انا، ما مدخلك في سوقك، ما مدخل في سوقك تا. هذاك بعدا بوهالي خارج لها نيشان، خارج لها كود، ساد على راسو تما كيقول لهم ما ديروا لا تليفون لا والو، لا تيك توك لا والو، لا فيسبوك لا والو، وساد عليهم تما وكيقول لهم اللي تحرك نقطب والديه. سوقوا هذاك مع الشعب نتاعو، ساد عليهم في حبس كبير، وكيدير النووي ديالو كيخلع عليا تما بنادم. جيب لي نظام عسكري، جيب لي نظام عسكري.
حنا بعدا دابا غتقولوا نتوما النظام الملكي واش ناجح؟ بعدا الانظمه الملكيه كاينه نماذج هكا تاع الانظمه الملكيه اللي ناجحه جدا، وحنا نقتفي الاثار وكنحيحوا وكنخدموا وكندمروا باش نطلعوا في النيفو نتاعنا. عندنا امل حتى الا ما كناش بعدا دول متقدمه، عندنا امل. علاش؟ لان عندنا نظام كيعطينا بعدا شويه نتاع الامل، كاين بصيص الامل كنشوفوه قدامنا. خصنا غندافعوا على حقنا ونضربوا على قراطنا مع الحكومه والوزراء والمسؤولين وكذا وكذا. النظام الملكي عاطينا، كاين نماذج ديال الانظمه الملكيه اللي مشات بعيد. قول لي انت كنظام عسكري واش كاين شي نموذج ديال نظام عسكري مشى بعيد تبعو؟ يعني انت تابعك الحيط، انت تابعك الحيط، انت فين الحيط تابعك الهويه؟ اش من حيط تابعك الحيط؟ قلت له الحيط عاود شويه الخطوات ها انت وغتقول داك الساعه راه المغرب هو اللي دفعني، قول داك الساعه المروكي هو اللي دفعني. واش انت بلاد مقانعين وكيقولوا له انت راه سبب عذابك هو المخزن؟ ماشي اهانه للجزائر هذه؟ ماشي اهانه للدوله واهانه للنظام واهانه للاسم نتاع الدوله والاسم والرايه؟ كون بعدا كون خبعتوا غير دوك الرايات بعدا ما شوهتوهمش، كون خليتوا الرايات الجزائر محترم، رايات محترمات بعدا دوك الاعلام تبقى محترمه بعدا، خليوها صح، وخرجوا نتوما بداك الغباء نتاعكم. شعار واحد ما مرفوعش من الضم، ما كاين تنظيم، ما كاين صف، ما كاين شي نغمه مقاده. واش يطلعوا واش لاحظتوا ولا ما لاحظتوهاش؟ نغمه مقاده ما كايناش. الهمج مجموع، واحد يهضر، واحد يغوت، واحد خصو الوراق، واحد خصو يسب المغرب، واحد كيقلب على البنان، واحد كيقلب على الباسبور، واحد كيقول لهم كذا، واحد يرفع الصوره ديال هذاك امير دي زيد، واحد يرفع كذا، وهذه كلها ما عارفينش شنو باغيين، واش كيديروا تما. ما مشوهين البلاد والله العظيم. وشوف انا قريت في الجزائريين هكا، سمعت فيديوهات نتاعهم هاد الصباح تقريبا شفت شي 8 ديال الفيديوهات ديال جزائريين دايرين فيديوهات بحال هكا فيديوهات كيقول لك حشمتونا، كيقولوا لهم حشمتونا مع المغرب، واش دار لكم المروك، واش داروا لكم المراركه، كيقولوا لهم بهدلتونا وشنو داروا لكم المراركه انتم، واش راح لكم في المراركه؟ انتم غاديين تمشيو ديروا النصر، سيروا ديروا النصر، الله يعطي لبوكم البواسر، الله يعطيكم الحكه وقلة الضفرين كما كيقول المثل المغربي. هاكا نتاع الجزائريين في التيك توك في الفيسبوك خرجوا ينددون ويستنكرون، وكاين اللي طلب الناس السماحه، كيقول لك سمحوا لنا خوتي المغاربه، سمحوا لنا واخا هذوك ما كيمثلوناش، واخا هذوك كارهينهم، ولكن سمحوا لنا. شتي هذوك الفيديوهات غادي يسعروا الدائره اس، المخابرات الجزائريه الداخليه غتسعر غتهبل. وقفه اطاحت بداك داك شويه ديال ما كانت تسميه كبرياء جزائريا. ما بقى كبرياء، ما بقات نخوه، ما بقى ذكاء، ما بقات نباهه، ما بقات قوه، ولاو ضعاف. قال لك هما معذبين، ما مربيينش لانهم كيسبوا، ما منظمينش لانهم كانوا مهومجين مصوفجين. يعني اعطوا صوره. انا بقات فيا الجزائر اخوتي، والله الا بقات فيا الجزائر. عندهم رئيس بحال هذاك، وعندهم عبط كيدافعوا عليها بحال هذوك، والله ما تستاهل. بالله دوله الجزائر والله ما تستاهل، والله ما تستاهل رئيس بحال هذاك وعسكر بحال هذاك ومخابرات بحال هذيك اللي غاديه بشيحه وغاديه. وحنا ما نستاهلوش، حنا كمغاربه والله ما نستاهلوا نظام، يعني ما نستاهلوش جوار بحال هذا، ما نستاهلوش جوار بحال هذا في هذا العبط هذو حاكمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحتفلون بسيارات إيطالية مستعملة في الشيراتون. هذا كارثة هذه، أنا ما فهمتهاش. أنا ما فهمتهاش هذه. نهار 19 مارس يفترض أنه يكون عيد للانتصارات، للإنجازات.
استحضار لما أنجز من إنتاجات، من إبداعات، اللي في الفن، اللي في الصناعة، اللي في الفلاحة. الأرقام الأرقام الأرقام. ما الذي تطور لديكم في مجال الفلاحة؟ ما الذي تطور لديكم في مجال الصناعة، في مجال هادي، في مجال هادي، في مجال هادي؟ يوقع واحد، هذا هو الاحتفال بعيد النصر، وهما محتفلين بجلب سيارات الغير، يحتفلون بكونهم أخيرا مكنوا الشعب الجزائري من رؤية السيارة، ماشي اقتنائها، رؤيتها. لأن الشعب باعوا له الوهم. الشعب لدرجة أنه مسكين تعوبط حتى هو، ولا عبيط حتى هو مسكين، كيقول لهم أودي راه علاش الطوموبيل دير 20 مليون؟ يتسحب له غيجيبوا له فيات بجوج المليون. اخوتي كنهضر مغربيه، كيتسحب له ملي غتدخل لك فيات غادي يشريها ب3 المليون. وعيشوه في الوهم، عيشوه في الوهم. كيقولوا له افرح افرح يالك افرح، وكيقول لك كحل يا المروكي، كحل يا المروكي. دخلوا الفيات، دخلوا 10 نتاع فياتات. يعني حتى داك الفيات اللي راه مدخلها باقي مسكون بالمغرب، باقي كيعتقد ان المغربي غيتفقس. والمغربي يصدر ما يقارب 700 ألف سيارة في العام، ماشي كيجيبها، كيخرجها. رغم أنه احنا في هذا المجال مازال خصنا. ولكن صاحبي انت تقول كحل يا المروكي وهو كيخرج 700 ألف سيارة. هذيك سميتها ستيب واي اللي عندكم في الجزائر، راه كلها تصنعت في المغرب. سنطوح بنوك ونطوح. علاش ما صوروها لكمش تما وديروا لها احتفال في الشيراتون؟ علاش؟ علاش ما داروا لكمش الاحتفال في الشيراتون لذاك داسيا ستيب واي؟ هذيك راه مصنوعه في المغرب، بالهنا يطريها ليكم. كتمشي من المغرب لفرنسا، ومن فرنسا كتدخل عندكم. مصنوعه في طنجه، في طنجه المغربيه. علاش ما درتولهاش استقبال حتى هي وتقولوا لنا كحل يا المروكي، نوليو نكحلوا بالصناعه نتاعنا. صناعه واه 80% ديال الاداء ديال سميتو 80% مغربيه. وحنا كنقولوا لهم ودي خصنا شي حاجه 100%. قال لك راه غادي توجد هذيك نتاع 100% اللي غتكون الكتريك. مع هذه دابا اللي مدخله عاود الجديد، عاود نتاع الرونو اللي غيدخلوا عاود الابريد. غتجي انت في عيد النصر نتاعك دوخ الشعب وتضحك عليهم بداك المهزله، والتلفازه كتصور، القنوات كيصوروا، شوفوا لنا دخلنا السيارات. لا حول ولا قوه الا بالله. احمد زيد ان شكرا. ثم قال ماذا الوزير الجديد؟ تحياتي اخي سعيد. شكرا اخي احمد زيد ان على الدعم، بعد الدعم المباشر اللي درتي. بالنسبه الوزير الجديد مازال الحدود الان مازال ما هضرش، ولكن راه هضر الرئيس نتاعو في بلاصتو. الرئيس الجزائري راه تكلم في بلاصتو. ما رايك في التصريحات الاخيره لرئيس موريتانيا؟ اخويا موريتانيا راه بدات في داك الستيل اللي كان داروا قيس سعيد، فهمنا. ولكن جيدها الضربه، لان الامر يتعلق بواحد التحدي كبير، فهمنا. العلاقه مع موريتانيا يا اما غتقاد نيشان، يا اما غادي تمشي لواحد الجهه. لان المغرب، انا حسب تجربتي المتواضعه في رصد التحركات المغربيه وردود الافعال المغربيه بخصوص هذا النوع نتاع الاستفزازات، ما هو مثلا ما وقع في القرقارات داك الساعه. المغرب كان عنده داك التحفظ على القرقارات في واحد الوقيته، يعني في اطار داك الشيء ديال حقا المينورسو وكذا وكذا. نهار دخلوا هذوك بالصنادل تما، عطاهم الوقيته دابا يمشيو بحالهم، والو 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 والو، زادوا عطاوه كادو. وبالتالي تم الاخلاء المكان والتحرير ديال داك البلاصه ديفينيتيفمون. ودابا موريتانيا كتقلب على هذا الشيء حتى هي، وغادي توصلوا. الا ما تقاداتش راه غادي توصل لهذه القضيه هذه. واش شفتي القرباله اللي نايضه في المراديه؟ اما قرباله، انا شفت الحوار اللي داروا دابا السي عبد المجيد. اما القرباله اللي كاينه هي اللي في راسي، هو انه جاب رزيق مستشارا. واش يا صاحبي، واش تجيب انت رزيق مستشار؟
وزعما وتعتقد انك زعما لا حول ولا قوه الا بالله. هذاك الرزيق ما عرفتش واش شاد عليهم شي تصاور ولا شاد عليهم فيديوهات ولا شاد عليهم شي حاجه ماشي هي هذيك ولا. راه صعيبه باش تثيق بان الرزيق صاحبي افشل وزير في التاريخ نتاع الجزائر يتعطى له منصب مستشار. ولا عنده شي فقيه كيكتب له مزيان ولا ما عرفتش اخويا حليم. شوف حليم سير بحالك اخويا حليم كارون. شوف سير بحالك غادي تفقس وصافي سير والله لا يسير بحالك والله غادي تفقس وغادي يوقف لك القلب هنايا وصافي. والله سير اخاك حليم بحالك سير سير. ولا المهم زعما تقدر تبقى ما عنديش مشكل لكن خايف على صحتك والله العظيم. والله دابا انت واخا كتحاول تنسى دير راسك كدير القطنه باش ما كتسمعش تسب وتكتب ولكن راه كتسمع وكيدخل لك داك الشيء في راسك. اس ال شكرا اخويا على الدعم ديالك. اس ال يقول فنزويلا كوريا الشماليه كوبا كلها انظمه شبيهه بنظام الكبرانات. الجزائر تذكرني بروايه ضيعه الحيوانات لجورج اورويل قمه العبث والتفاهه. تماما ابن عمي تماما. فنزويلا كوريا الشماليه وكوبا حيد كوريا الشماليه لان عندها سميتو ولكن كوبا وفنزويلا والنظام الجزائري فوتوكوبي نفس وكيتسناو قال لك اسيدي غادي نمشيو بعيد وغادي نولي قوه ضاربه وسنفعل عرفتي شنو داروا على داك القضيه ديال الترشح ديال المغرب لكاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. داروا شي حويجات غريبه جدا اصاحبي. مشاو جمعيه قال شي جمعيه ديال الصداقه ما نعرف ديال البوليزاريو. شوف دابا البوليزاريو كتكتب رساله للحكومه الاسبانيه ولا الاتحاد الاسباني والاخرى في البرتغال عاود كتكتب للحكومه الاسبانيه والاتحاد عفوا الاتحاد البرتغالي نفس الرساله. هذه جمعيه كاينه في البرتغال وهذه جمعيه كاينه في اسبانيا كتبوا بنفس اللغه. كيقولوا لهم لا ما خصكمش ديروا كاس العالم مع المغرب وكذا لانه بلد ما عرف داك الشيء الحريات وحقوق الانسان وكذا. حقوق الانسان دابا هادو كيتكلموا على حقوق الانسان. دابا الجزائر كتكلم على حقوق الانسان كل نهار كيعتقلوا شي واحد مسكين من داك الحراك ديالهم. كل 3 ايام 4 ايام يعتقلوا شي واحد مسكين. عاد في عنابه سحلوا شي شباب وصوروهم عريانين. قال لك حقوق الانسان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تحيه لك سيدي قاسم. شكرا خويا ابو بكر الله يحفظك الحبيب الله يكبر بك. هشام عبود اسعد الشرعي. اخي الحسين انا هاد الجوج هادو انا ما عمرني تكلمت عليهم يعني قبل وما غاديش نتكلم عليهم دابا ولا يهمني امرهم ولا طالما تحفظت على هاد النوع نتاع البراني اللي كيتكلم على القضيه نتاعنا سواء بالايجاب او بالسلب. انا زعما عندي تحفظات فهمت. عندي تحفظات وعندي حدس. عندي واحد الحدس خايب انا بزاف. عندي واحد الحدس الحاجه كنشمشمها. ما عرفتوش التجربه اللي عندي في مواقع التواصل الاجتماعي بكثره الاستهلاك الخطاب والماده الاعلاميه كنولي بنادم غير كيهضر كنعرفوا واش في كرشو العجينه ولا. فكيجيني داك التحفظ كنبعد باش فهمتي. انا فاش هذاك اسعد الشرعي فاش جا للمغرب راه عيطوا لي شي اصدقاء بسطاء مساكن على نيتهم كيتسحاب لهم زعما راه كيديروا شي انجاز سعيد راه كذا هذه خصك تلاقى وكذا. قلت لهم ما نتلاقى حد ما نستقبل حد ما نهضر مع حد ما انا خليوني راسي كنتحمل مسؤوليه راسي. لان بزاف د المرات كتدخل في شي شحال من واحد كيسوق بك. شحال من واحد كيبني واحد الوضعيه اعتباريه معينه عبر غير صوره يقدر يتصور معاك يركب عليها غير بصوره معاك يركب عليها. بزاف الناس غادي تولي تحترمه فقط لانها شافته معاك او العكس تقدر تكرهه لانها شافته معاك. زعما حنا ماشي كنقولوا راه شي حاجه. وبالتالي اخوتي انا هادشي احفظ فيه كثيرا فهمنا. كنتحفظ في هادشي ديال تلاقى مع فلان ولا استقبل فلان ولا هضر مع فلان ولا.
هذا هو من شحال هذه، ماشي حتى دابا، زعما قبل هذا الشيء نتاع الاسعاد الشرعي وقبل هذا الشيء كذا ما احاول ان لا التقي احدا الا من المغاربه ديالنا اللي كنعرفوهم، كنتلاقاو نشربوا كاس القهوه في اطار محترم ولا كذا ولا كذا، المغاربه ديالنا خوتنا هذوك زعما اصدقاء وكذا وكذا. ولكن واحد براني ما تعرفش انت الاجنده نتاعو، فهمنا؟ وما تقدرش تضمنها حتى الا كان كيبان لك كذا، ما تقدرش تضمنها لان الوقت والزمان هذه. بصح استقبلك الرمضاني، واستقبلني الرمضاني ولد البلاد، بيزنسني بركاني ديالي مغربي ديالي، استقبلني في برنامج مغربي وتلاو هضرنا بكل اريحيه وبكل ديمقراطيه وبكل حريه التعبير، وسالني اسئله محرجه جدا وكنت فيها واضحا جدا واجبت بوضوح اكبر من الكبار نفسه. واش دابا كيفاش مال الرمضاني؟ الرمضاني راجل، الرمضاني اعلامي كبير، خطيك من الموقف ديالك انت من داك الشيء اللي كيعبر على الراي ديالو، يقدر ما يعجبكش ما يعجب ولا ما يعجب. ولكن كمهني كصحفي متمكن جدا وكمحاور من اخطر المحاورين اللي كاينين في المغرب. انا جربت محاورين بزاف وحوارات اللي درت، الرمضاني متمكن جدا. عجبك ما عجبكش سوقك هذاك، انا كيعجبني فوالا. بن عمي شنو كتوقع بالضبط لتبون ملي كيستقبل الرئيسات زهرات؟ انا قلت لكم راه غير شي تستقبل هذيك الروسيه، عرفت انا القضيه عاود فيها روسيا شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم انا كنقولها لخوتي الجزائريين اللي كيتفرجوا فيا واللي ما اللي ما خدامينش عند السي عبد المجيد، كنقول لهم الاخوان غير تشوفوا الرئيس نتاعكم استقبل شي زعره شي شهبه، عرفوا راه غادي يمشي شي بير ولا شي منطقه ولا يكتب لها شي بلاد ولا شي. الله العظيم بلاس. سرق الزيت مازال راك هنا، سير تسرق الزيت، سير سرق شويه الزيت، راه رمضان قرب، سير سرق شويه نتاع الزيت، راه القضيه ما تعجبش. اي والله غيوليو الطوابير عاود وكذا وكذا، غتلقى راسك ما قالي حوت ما داير مقروط. اللهم سير تسرق الزيت، واش صاحبي سميتو سرق الزيت وجاي يسبني انا؟ واش صاحبي دابا على قلت السميه صاحبي؟ سير تسرق الزيت ديالك صاحبي، سير. سخوت وليدي. ولكن خليك كضحكني والله العظيم، خي سرق الزيت خليك معايا، خليك معليش، والسبان ديالك معليش الدنيا هانيه، خليك كتنشط بعدا شويه كتنشط اللايف. اذا تغير موقف فرنسا فهل سيؤثر على عداء الامم الجزائري؟ طبعا صحيح، شو هادشي كلشي دارتو فرنسا بن عمي. فرنسا لحدود الان وبفعل يعني ذاك الشنآن وذاك ما حاملاش علاش المغرب يدخل في علاقات جديده ويدير علاقات سياسيه جديده في اطار مصالحه الجديده، ما تسرطاتش ليها، غدير المستحيل باش تنتقم. هادشي كلشي من يد فرنسا. راه النظام الجزائري راه ما يمكنش تكون صاحبي بداك العبط وتوقف وتبقى مازال كتحكم، راه ما يمكنش صاحبي، ما يمكنش مستحيل تكون بداك الغباء وبداك العبط وبدوك القرارات ومازال كتحكم 40 مليون جزائري. يعني شي حد كيحكم في بلاصتك، ما تدوخنيش. ما يمكنش صاحبي، ما كاينش قرارات سليمه، ما كاين قرارات، ما كاين انجازات، ما كاين كاريزما، ما كاين حطه، ما كاين هده، ما كاين خدمه، ما كاين مشاريع، ما كاين شويه الزهر عندهم مع هاد ولاد الحرام، هذاك ولد الحرام في عينو ديال بوتين، ما بانت له يمتى يدخل لذاك اوكرانيا، هو اللي عطاهم الزهر باش طلع الثمن ديال البترول، باش راهم دابا يتشوكروا بداك 4 فرانك راهم يخسروها على سميتو. راه ما عندهمش، ما كاينش ذكاء، ما كاين حنكه، ما كاين والو. دونك كل القرارات نتاعهم كلها قرارات ماشي اعازين، باوامر من الاليزي، ما فيهاش.
ونهار اللي غتكادوا حنايا مع فرنسا، نهار فرنسا تحط كواريها وطيح الارض وتفهم بان المغرب ما كيتلواش دراعو، وبان الا بغيتي تجي تلعب معنا جي تلعب وفق القواعد نتاعنا، انذاك تاكدوا ان النظام الجزائري غادي يبدل اللغه وغيبدل اللهجه. وعقلوا على هضرتي، والله ما بغات فرنسا يما يوقع تقارب. والله شوف، اذا حسيتوا شي نهار بان النظام الجزائري بدل من لغته بدا كيرطاب، عرفوا بان فرنسا عطات الاوامر ما فيهاش. وما عندناش مشكل زعما، انا ماشي زعما كنقول لك لا لا، انا يعني براغماتيا كنقول لك راح داك الساعه حنا الملف اللي عندنا راه عندنا مع فرنسا. فيف لا فرونس ديما اسبانيول، ولكن الرئيس ديالكم حليم راه ما عجباتوش اسبانيا. كيفاش وحليم؟ دابا انت كيفاش راك تشير فيف لا فرونس؟ انا هادو ما فهمتهمش، هاد العباط اللي كيعلقوا لي هنايا. الاخوان راه 11 ياك، راه 11. سأنسحب بهدوء. دوزنا وقيته زوينه، المهم ناقشنا تبارك الله، وصلنا على 3000 صديق وصديقه متبعين اللايف وصبروا معايا، و بزاف ديال التقدير لكم. شكرا على الدعم، الاخوان اللي داروا لي الدعم المباشر، الاخوان اللي كيديروا الدعم بالبارطاج بالتعليق بالكلام الزين باي حاجه، غير بنادم يدعي معاك، غير يدعي معاك. شوف، اللي عنده عزيز يدعي معايا، غير هكذا يكون غادي تفكرني، يدعي معايا بالتيسير ويدعي معايا بالصحه والهنا ان شاء الله. والله يكبر بكم، الله يحفظكم. بيبا الله يحفظك اخويا ابو بكر، الله يكبر بك اخويا ابو بكر. وسمحوا لي ما قريتش التعاليق نتاعكم بزاف. العز اخوتي، العز خوتي خواتاتي ولاد عمي بنات عمي، بيبا العز. ديان الخطاب، حلقه ممتعه. شكرا ديان، الله يحفظك العز. غنقرا جوج تعاليق وحدين اخرين. باي 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 باي. عزيز وغالي، الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. موانيم جنتي، منعم، الله يحفظك اخويا منعم. مالك يا حليم، مالك طلع لك الدم صاحبي، مالك تسب؟ سير تنعس، انا هنيتك دابا ترتاح. سير يلا، باي باي. تبعناك من الفيسبوك، الله يحفظك لاله اسماء العز، الله يكبر بك الله يحفظك. ما فيهاش تيك توك. غادي نريح شويه، عندي شي خدمه غادي نساليها، نقدر ندوز للتيك توك من بعد بحال والو. دونك الاخوان، واخا نديروا موعد، نديروا موعد، عطيني واحد نص ساعه نكمل فيها واحد الالتزام، نكتب شي افكار راهم عندي، نصيفطهم لواحد الصديق باش يخدم عليهم، ونلتقي بعد نصف ساعه 40 دقيقه في التيك توك. دونك غادي تلقوني في التيك توك في اللايف. صافي، يلا خليوني ندير هاد نص ساعه هادي ونشوفوا. الا بقيتوا فايقين، اللي بغى يمشي ينعس الله يعاونو، والله يجيب التيسير، واللي مبرزط الله يعاونو. يلا تحياتي، بيبا عز.